السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة البصل السياسي، أرجو من السادة المشتركين أنهم يشيروا الحلقة ويدوسوا لايك وسبسكرايب، والسادة غير المشتركين أنهم يشتركوا في القناة. لسه في موضوع تطاول الأخوة العرب على مصر بسبب اتفاقية الغاز. والله أنا مناش فاهم ليه العرب دايما حاسين أن مصر مهمل خلفتهم ونسيتهم. والله في اي حد عنده مشكله مع دوله اسرائيل يخش يحارب دوله اسرائيل، محدش ماسكه يعني يضربها. والوقت الحروب دلوقتي مش شرط تكون حروب بريه، يعني انت لو عاوز تضرب اسرائيل، ايران بينها وبين اسرائيل مسافه قد ايه وضربتها. لو عاوز تخش تضرب اسرائيل خش اضرب اسرائيل، عاوز تحاصرها اقتصادي حاصرها. انما ما تطلبش من مصر انها تعمل حاجه من اللي في خيالك. مشكلتك حلها. موضوع ان مصر ترجع تعيد الغلطه بتاعت زمان. الغلطه بتاعت زمان اللي هي الحروب اللي احنا دخلناها. احنا مصر لو ما كانتش دخلت الحروب اللي احنا دخلناها دي كلها، اللي هي كان سببها اصلا العرب. يعني حرب 48 ده احنا كنا بندافع عن فلسطين. حرب 67 اصلها ان احنا كنا بندافع عن السوريين، ان كان في حشود اسرائيليه على الجبهه السوريه، ومصر خوفا على سوريا قفلت مضيق طيران وعادت اسرائيل، وبسبب الموضوع ده احتلت سيناء. وعدوان 56 كان من اسبابه ان احنا كنا بنساعد الثوره الجزائريه وغير كده، وموضوع فلسطين برضو، لان اسرائيل كانت في عدوان 56 كانت موجوده في الدول المتحاربه ضد مصر، بسبب ان مصر كانت بتهدد اسرائيل لانها غير معترفه بيها وواقفه جنب الاخوه الفلسطينيين. وفي النهايه بنشتم. طيب دلوقتي مصر للمصريين فقط، وانا احارب او ما احاربش، او عادي او ما عاديش، ده بناء على الامن القومي المصري. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما هعادي اسرائيل هعاديها فقط علشان خاطر هي خطر على الامن القومي المصري، مش علشان خاطر هي بتضرب فلسطين او ما بتضربهاش. دي حاجه ما تخصنيش والله. مصر لما احتلت منها الارض في 67 الجيش المصري اللي راح حررها، مش الجيش الفلسطيني ولا العراقي ولا السوداني ولا الكويتي ولا السعودي. ولا اللي حررها الجيش المصري. والله فلسطين محتله يحررها الفلسطينيين. الإخوة السعوديين أو الإخوة الكويتة أو الإخوة السوريين أو شايفين إن إسرائيل دولة وحشة، والله روح اضربها. إنما ما تطلبش من مصر حاجة، أو ما تطلبش من مصر أي حاجة إنها تعملها لصالح فلسطين أو غير فلسطين، أو لصالحك أو لصالح أي حد. الجيش المصري والرئيس المصري والحكومة المصرية والسياسة المصرية تعمل فقط لصالح الشعب المصري. غير كده محدش يتكلم، غير كده اقفل بقك. انا غير مطالب